أظن دلوقتي بعد كل اللي حصل والناس اللي اتقبض عليها عرفت تحط شهادتك فين. تحط شهادتك في السي في بتاعك، تروح تقدم على شغل، وهتكمل طريقك زي ما اتربيت على الحلال، انك تشتغل وتتعب وتعافر، مش تبيع نفسك ولا تعبك. ومهما كان الغلط كبير ومهما طال لازم هيجي يوم وينتهي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. كده بعلمك هتعيش بالحلال وتكسب بالحلال، لا خايف حد يبلغ عنك ولا قلقان من القضية، وده الطريق الصح اللي يستاهل تمشيله. لأن أنا عارفة إن إحنا الفترة اللي فاتت كانت فترة فتن صعبة جدا. الطلبة اجتهدوا، كانوا بيجيبوا تقديرات في الجامعة وفي المدارس وفي كل حاجة، وفي الآخر شايفين إن هم هيوصلوا لولا حاجة وناس تانية بتوصل لكل حاجة. أديك شفت نهاية الطريق ده عامل إزاي. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وربنا يا رب يغنيكم من فضله ويوسع رزقكم جميعا.